بناتي الامارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده بقى عشان خاطر من بنوته اموره. بعتت لي وقالت لي انها بتجهز نفسها وعايزه تعرف ايه رفايع المطبخ اللي هي ما تنساهاش، او الحاجات اللي هي ممكن تكون يعني حاجات مش بتبقى ظاهرة قوي، يعني مش زي الأجهزة وحاجات النيش. لا، دي رفايع كده صغيرة هي بتسهل علينا الدنيا يعني. آم، بس هي ممكن تتنسي يعني. وطبعا كل يوم بيطلعوا حاجات جديدة. عايزة اقول لكم انا عندي زي الباسكت ده 3 4 في المطبخ لامين رفايع المطبخ. هنقول ايه في منهم؟ طبعا السكاكين بانواعها، سكينه البيتزا. انا يعني جايبه لكم شويه حاجات صغيره قوي من المطبخ من عندي. مكبس البرجر، قطعه العجين، هرسه الثوم. هقول ايه تاني؟ الجهاز ده حلو قوي برضو، كنت جايباه بشكل بيه الكريم شانتيه على التورت والجاتوهات والسباتولا، دي من الحاجات المهمه قوي برضو. طقم المصافي، حاجات كتير قوي، رفايع كده صغيره، وكل يوم بيطلعوا لنا حاجه جديده يعني. هنبدا بالطقم القمر ده. هو طقم بيبقى على بعضه كده. بيبقى فيه معاه سكينه البيتزا، ومعاه كمان مصفى، ومعاه المقورة، ومعاه شوية حاجات كده منجزين يعني ومعاه كمان مضرب بيت صغير كده، ومبشرة صغيرة. الطقم القمر ده طبعا طقم التوزيع اللي هو السيليكون ده مهم جدا طبعا، ما تنسوش علشان الحلل الجرانيت والتيفال ما تتجرحش منك. كمان ما ننساش الفرش السيليكون دي بتبقى برضو عملية قوي. لما بتكوني عايزة تدهني حاجة او تدهني الطاسة زيت او حاجة، برضو من الحاجات العملية. ومطلعين منها دلوقتي اللي هي على شكل ازازة كده، وبيبقى فيه من تحت فرشة. الازازة دي بتحطي فيها الزيت وبتدهني بكل سهولة، ودي برضو موجودة في كل محلات جهاز العرايس. دي برضو من الاشكال الجديدة اللي طلعت. طقم المصافي ده حاجة مهمة قوي، هو بيبقى ستانلس، برضو منجز معاكي وبيسهل عليكي برضو حاجات كتير. عندنا طقم الكنك ده برضو حلو قوي، وبتحتاجي كتير في المطبخ. برضو ده من الرفايع اللي ممكن تكتبيها عشان ما تنسيهاش. سواء جرانيت او ستانلس او الومنيوم، كلهم بيبقوا حلوين. عندنا هرسة توم برضو، ودي منجزة لو محتاجة فصين توم كده على السريع في أكلة سريعة، مش سهلة اني اشغل الكبة يعني. فبرضو سهلة وبتفرم التوم حلو قوي، اكتبيها برضو من الحاجات المهمة. عندنا هنا برضو عصارة الليمون، دي برضو حلوة قوي، واكتبيها برضو من الرفايع اللي لازم تجيبيها. وسهلة أوي في الاستخدام. وعندنا كمان المبشرة الصغيرة دي، بتبقى في الطعم الأولاني اللي وريتهولك، بس برضو عملية وحلوة. لو ما جبتيش الطعم تقدري تجيبي المبشرة الصغيرة دي، سهلة الاستخدام وحلوة أوي. لو بتبشري ليمون، بتبشري توم، بتبشري اي حاجات صغيره. طبعا مضرب نسكافيه ده حلو قوي ومنجز قوي لو بتشتغلي الصبح ومحتاجه كوبايه نسكافيه كده، ف حلو قوي وسهل الاستخدام. فبرضو اكتبي من الرفايع اللي ممكن تجيبيها علشان برضو ما تنسوش. وعندنا كمان هنا الفرشة دي حلوة قوي. دي يعني بنغسل بيها طاسات، الحلل، الحاجات اللي مش عايزينها تتجرح، بتحطي فيها الصابون واستخدامها سهل جدا. والميزه ان هي الصابون بيبقى بعيد عن ايدك، فحلوه قوي. دي برضو من الحاجات اللي هتلاقيها برضو في المحلات دي. يعني حاجه كده بنفصل بيها البيض عن البياض عن الصفار، لو بتعملي وصفات كيكه او حاجه، ده برضو هتلاقيه. الكيك السبونج لما بنفصل البيض عن الصفار، دي برضو من الحاجات اللي هتلاقيها برضو في المحلات. عندنا كمان القشره بتاعه الثوم. طبعا معظم البنات بيبقوا مش حابين ابدا يعني ان هم يقشروا توم، فدي برضو من الحاجات المنجزه. بتحطي التوم وبتلفيها لفتين كده، وتبقى خلاص قشرنا التوم. دي السكاكين او القطاعات بتاعه الفاكهه والخضار باشكال، برضو حلوه، هتلاقيها برضو في محلات جهاز العرايس. برضو حلوه وبتديكي شكل للفاكهه او للخضار اللي بتقطعيه او للسلطه. برضو دي من الحاجات الحلوة.
الحاجات دي بقى بجد بجد الباسكت ده لازم يبقى تجيبي منه عدد، لانه بيلم معاكي رفايع في المطبخ كتير قوي. بيلم، بتحطي فيه خضار، بتحطي فاكهة حلوة قوي، وممكن كمان تستعملي في التلاجة. بيلم رفايع كتير قوي، بيلم حاجات كتير في المطبخ، وبينظم لك التلاجة. فالباسكت ده لازم برضو تكتبيه من الحاجات المهمة اللي تجيبي منه عدد يعني. وقت ما اتكلمنا عن التلاجة بقى، هنتكلم برضو عن الأرفف اللي هي بحامل دي اللي طالعة جديدة. برضو دي حلوة قوي، وبتعتبر انها بتنظم التلاجة وبتديكي مساحة برضو في التلاجة. فدي برضو أرفف جديدة حلوة، ممكن تجيبي منها برضو للتلاجة. عندنا المفارش بقى بتاعت التلاجة، في منها البلاستيك وفي السيليكون. وعلى فكرة السيليكون ده ممكن بيدخل الميكرويف او الفرن. فبرضو مفارش التلاجة من الحاجات المهمة برضو اللي اكتبيها برضو علشان ما تنسيهاش. عندنا بقى علب التلاجة وعلب حفظ الطعام. دي برضو من الحاجات المهمة، برضو لازم يبقى عندك اكتر من طقم. في منها البلاستيك، في الازاز، في الاركوبال، في الستانلس، في منهم الالومنيوم. اللي انت حابة تجيبيه. المصفى دي او نقول عليه ايه بقى، الباسكت ده انا لقيته برضو حلو قوي وعملي. بتعلقيه في الحوض وبتحطي فيه الخضار او الفاكهه اللي انت عايزه تغسليها. هو بيتوسع وبيتضيق حسب حجم الحوض عندك او مساحه الحوض. وبتحطيه طبعا بالشكل ده، بتغسلي فيه الحاجات اللي انت عايزه تغسليها، وبتسيبيها تتصفى. فبرضو من الحاجات الحلوه برضو اللي لقيته في محلات جهاز العرايس. طقم التوابل طبعا حاجة مهمة جدا في المطبخ، وبقى فيه منه طبعا اشكال كتير والوان كتير، وطبعا حسب ديكور بقى مطبخك وحسب مساحة مطبخك. في منه طبعا برضو الاركوبال، في الالومنيوم، في الازاز، في يعني الصيني، في حاجات كتير. فانتي بقى براحتك. بس يفضل ان يكون عدد، لان دلوقتي التوابل بقت كتيرة قوي. يعني بحب طقم التوابل يكون فيه عدد كتير، قطع كتير. القطاعات برضو من الحاجات المهمة، من الرفايع اللي المفروض ان احنا مننساهاش. يبقى عندك اكتر من واحدة، لانه واحدة للفراخ، واحدة للحمة، واحدة للخضار. فبرضو من القطاعات الحاجات البلانشيت دي لازم ما ننساهاش. يكون عندنا اكتر من واحدة، يبقى عندنا عدد برضو. طقم السكاكين، في منه دلوقتي الطقم اللي هو ايه، او الجرانيت، والطقم العادي بقى. وطقم المعالق طبعا الحاجات اللي برضو ما تتنسيش. في منه الشنط، وفي منه الطقم اللي بيتعلق بالشكل ده. طبعا انتي وراحتك يعني، بس طبعا دي من الحاجات الاساسيه اللي احنا برضو المفروض ان احنا ما ننساهاش. وانتي وذوقك طبعا، انتي وراحتك. عندنا هنا بقى التربو برضو دلوقتي مطلعين منه اشكال كتير قوي، وهو حاجه من الحاجات الاساسيه في المطبخ. ويعني يا ريت يكون عندك يعني 2 3 منه، لانه بيلم حاجات كتير قوي في المطبخ. وفي منه طبعا الادراج المتقفله كده او المفتوح. فبرضو التربو من الحاجات الاساسيه اللي المفروض ان احنا ما ننساهاش. الطقم ده يا بنات بيبقى كامل كده على بعضه. باسكت غسيل، باسكت للزبالة، مكانس، جرادل، جاروف، فرش. فده برضو بيبقى على بعضه كده، من الحاجات برضو المهمة في اوضه المطبخ يا بنات. دي من الحاجات اللي بنستعملها كتير قوي في المطبخ، فلازم برضو يبقى عندي عدد منها يكون حلو كده، لانه بنستعملها كتير وبتتهلك كتير معانا. وطبعا في منها اشكال كتير قوي يعني. الكلافزات او الجوانتي، عندنا الجوانتي الحراري اللي بنمسك بيه الحاجات السخنه، او الجوانتي اللي احنا بنستعمله في غسيل الاطباق والحلل والحاجات دي عشان ما نبهدلش ايدينا يعني. دي برضو من الحاجات المهمه. الماسك السيليكون ده تحفه قوي، ولازم برضو تجيبي منه برضو عدد برضو من الحاجات الرفيعه اللي برضو ما تنساهاش. ولازم طبعا نهتم بنفسنا ونجيب مرايه المطبخ كويسه علشان خاطر تحافظ على هدومنا واحنا واقفين في المطبخ. دي برضو من الحاجات الرفايع اللي برضو ما تنساهاش. فاتمنى يا رب ان انا ما كنتش نسيت حاجه من الرفايع، لان الرفايع دي احنا بنفضل نشتريها لاخر يوم، يعني قبل الفرح بيوم، يعني ممكن كمان ننسى حاجات. فلو نسيت حاجه اكتبها لي في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناه، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.